واش عمرك تحقرتي؟ واش عمرك درتي مجهود خرافي وفي الاخر جاو الناس وحيدوا لك الحق ديالك وعطوه لغيرك؟ هاد الوجع اللي كتحس به دابا واللي عاشوا واحد الدري من اسفل لسنوات طويله، ولكن الفرق هو انه ما قالش كيبكي، بل هو هز السطور ديالو بدا كيذبح في الارقام حتى سكت العالم كله. غنمشيو من المعاناه الزناقي ديال حي الكوكب اسفي حتى الدموع الغاليه في النهائي كاس العرب 2025 اللي شفناه. ركزوا معايا مزيان، حيت العبره اللي غتخرجوا بهاد القصه غتغير لك النظريه ديالك للحياه لاي واحد كيحاول يهرسك. كنتمنى الخوت تكملوا الفيديو حتى الاخر ودعمونا بشي لايك واشترك في القناه باش يوصلك كل جديد، وما تدوش على صوتي حيت مريت شويه. الله يعافينا ويعافيكم اجمعين. التمثيل المنتخب الوطني كيبقى واحد من الاهداف المشتركه لجميع اللاعبين كره القدم، بل اكثر من هذا فراه معظمهم كيعتبروا حلم ويجب القتال من اجله. في طول تاريخ المنتخب المغربي كانوا النقاشات على عدم الاستدعاء العديد من النجوم المحليين، خصوصا اللي قدموا المستوى جيد في السنوات الاخيره. كان على راسهم واحد من افضل المهاجمين في تاريخ المملكه المغربيه، ابن اسفي، عبد الرزاق حمد الله. الحمد لله كنهدي هذا الفوز الجمهور ديال مدينه اسيو وعائلتي الصغيره الحمد لله Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body will decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. القصه بدات 12 جانبير 1990 قبل حاضره المحيط الاطلسي، مدينه اسفي العريقه، بالضبط حي الكوكي. السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا عندي لكم واحد السؤال شويه حامض وبغيتكم تجاوبوني عليه بكل صراحه في التعليقات. واش عبد الرزاق حمد الله هو احسن مهاجم صريح داز في تاريخ المغرب، ولا غير هداف ديال الخليج اللي كيماركي غير على الفروق الضعف؟ هذا السؤال راه نوض القرباله في المنصات هاد الايام، واليوم غنعرفوا الحقيقه الصادمه بالارقام. وباش تفهم حمد الله خاصك ترجع معايا لمدينه السمك والخزف، المدينه اسفي، بالضبط الحي الكوكي. تما تزاد عبد الرزاق في 1990 وسط عائله بسيطه، وهاد الدري صغير كان كيجري مورا الكره منفوخه بالميكا في الخلا ديال اسفي، وكان كيحلم باللي غيجي واحد النهار ويولي الرقم 9 اللي كتهتز به المدرجات. المعاناه كانت هي الرفيق ديالو، الفقر والظروف صعيبه اللي خلاته يكون عنده داك الغل الكروي اللي كنشوفوا فيه دابا. فاش دخل اولمبيك اسفي اوسيس راه ما تفرشاش ليه الارض بالورود، راه دوز سما كحله في الفئات الصغرى، وكان كيمشي لتدريبات على رجليه وكيتسنى غير الفرصه. وجات الفرصه سنه 2010 خرج الوحش اللي فيه. تخيلوا معايا في موسم 2012 2013 ماركا 15 بيت في 20 ماتش قبل ما يخرج للاحتراف. تما الجمهور اسفي عرف باللي السطور ما غيبقاش غير ديالهم، غيولي ديال العالم. تخيلوا معايا واحد المهاجم العالم كله كيهضر عليه في 2019 حيت فات ميسي وكريستيانو وليفاندوسكي، ماركا 57 بيت في العام. ومن بعد هذا الانجاز كيتهمش في المنتخب الوطني للسنوات. هذه هي القصه ديال عبد الرزاق حمد الله، ولد اسفي يتعرض لاكبر حمله تقزيم في المسيره ديالو، ولكن هو كان كيتسنى غير اللحظه المناسبه باش يخرج السطور ديالو ويحسم الجدل. وهنا كاين الوجع، علاش هاد الماكينه ما خداتش حقها بال الاسود؟ كنا كنعقلوا على الكواليس ديال 2019 فاش كان وقعت القرباله وخرج حمد الله من المعسكر وتعرض لحمله شرسه. كاين اللي كيقول عليه مغرور وكاين اللي كيقول نقابي، ولكن الحقيقه هي ان حمد الله كان ضحيه ديال السيستم وما عرفش كيفاش يستغل هاد الموهبه. بقى محقور للسنوات وهو كيماركي في السعوديه وكيحطم الارقام، وكلشي كيسول علاش هاد السيد ما كاينش في المنتخب. وهاد اللحظه ديال رد الاعتبار
جات في كأس العرب ديال 2025 بقطر اللي كامل شفناها شنو دار. كان كل كيتسنى المنتخب يطيح، طلع حمد الله وهو في عمره 35 عام وبين ليهم باللي السبع واخا كيشرب كيبقى سبع. في الماتش النهائي ضد الأردن فاش كانت القلوب في الحناجر، حمد الله قلب الطاوله ببرودة الدم وماركا 2 بيوتا ديال حريفيه وعطى الكأس اللي غبرات علينا سنين. وهذا التتويج كان ميساج، انا هنا وكنعتزل وانا في القمه. اجي ونشوفوا الارقام، حمد الله كتجاوز الحاجز 300 بيت في المسيره ديالو في السعوديه، الرقم القياسي ب 34 بيت في موسم واحد مع النصر، واللقب الغالي مع الاتحاد. حتى دابا مع النادي الشباب راه مازال كيعطي الدروس. هاد السيد بنا امبراطوريا من عدم، من الزناقي ديال الاسفي وصل العالميه. دابا غادي نرجع لكم السؤال، واش فعلا حمد الله تظلم في المسيره ديالو مع الاسود؟ واش كان كيستحق يكون مهاجم اساسي في كل البطولات؟ عطيوني الراي ديالكم في الكومونتير، وبغيتكم تعطوني اسماء ديال المهاجمين كتشوفوهم احسن منه الا كانوا فعلا. عبد الرزاق حمد الله كيبقى حاله استثنائيه، اللاعب اللي كتعشقوا ولا كتكرهوا ولكن ضروري كتحترموا. وفي الاخر يا الخوت، القصه عبد الرزاق حمد الله ماشي غير كره وبيت والشبكه، هي درس لينا كاملين في الحياه. اهم حاجه نتعلموها من ولد اسفي هي ان الارقام ما كتكذبش، والخدمه هي اللي كترد الاعتبار. حمد الله علمنا بلي واخا يتحقروا المجهودات ديالك ويتم تهميشك ويحاول يغطوا الشمس بالغربال، ولكن النجاح ديالك هو اللي كيهضر عليك. العبره هي ما تنتظرش من الناس يعطوك القيمه ديالك، فرض قيمتك بدراعك وبالنتائج ديالك. كون بحال هاد الجلاد الصامت قدام العواصف، واثق في قدراته حتى لاخر لحظه. حمد الله خرج من باب كبير وهو بطل، عارف باللي في الاخر التاريخ كيسجل الاهداف ماشي غير الهضره. رسالتي لكم، اللي عنده شي حلم يتقاتل عليه، حيت السباع واخا كيشرب كيبقى سباع. وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكم بزاف على المتابعه، كنتمنوا تبارطاجيو الفيديو وتخليو لي اللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم الصوت وحكايه، تهلاو.